أهلا بكم متابعي قناة ملوك البلابل. كيف تعرف أن فرخ البلبل مريض؟ أي شخص يربي بلابل ويلاحظ أن الفراخ مريضة، فيوجد بعض العلامات التي تدل على أن الفرخ مريض. أولا، خمول الطائر، تلاحظ أن الطائر خامل، يعني أكثر أوقات في اليوم يكون خامل. وتلاحظ أن الفرخ يحط راسه داخل الجناح، وتلاحظ أن الفرخ نايم أغلب أوقات اليوم. وأيضا ممكن أن نمسك الفرخ ونفحص الصدر. إذا لاحظنا أن الصدر عنده تسييف، أو أن الصدر بارز، فهذا يوجد عند الفرخ تسييف، يعني عنده سوء تغذية. وسوء التغذية طبعا تسبب كثير من الأمراض، ونلاحظ أن الفرخ يموت مباشرة. وأيضا من العلامات المهمة، نمسك الفرخ ونفحص المخرج. لاحظوا المخرج، إذا لاحظنا وجود إسهال أو براز أو فضلات عالقة، هذا يعني أن الفرخ يعاني من الإسهال أو الإمساك. طبعا هذه من الأمراض التي تصيب الفراخ وتصيب الطيور، وطبعا تعتبر قاتلة إذا لم نعالجها، الإسهال والإمساك. فهذه العلامات المهمة التي تدل على أن الفرخ مريض. فضروري جدا أن نركز، يعني أي شخص، أي مربي عنده فراخ كثيرة، يجب التركيز على الفراخ وعلى هذه العلامات التي تدل على أن الفرخ مريض، هي الخمول وفحص الصدر وفحص مخرج الفرخ. وأيضا حركة الفرخ، نلاحظ أن الفرخ حركته بطيئة جدا ولا يأكل. وأيضا من العلامات التي تدل على أن الفرخ مريض، لا يأكل، تعطيه الأكل أو لا يطلب الأكل لفترات طويلة، أو مثلا نعطيه الأكل وتلاحظ بعد فترة أن الفرخ يخرج الأكل من البطن. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.